نقصي اختي داكشي اللي حداك ولا ديري شي حاجه راه عندك صداع. لا بابا طالق الراديو داكشي علاش وما عنديش شي بلاصه اخرى نمشي ليها. قولي لبابا كيفصل الراديو، قولي لبابا راه خصني نتزوج نقصي الراديو. بابا نقص من الراديو راه كنهضر في اللايف. قولي لي راه باغا نتزوجها بابا. صافي راه نقصني. سماك الله. انت زهيره. ظاهره كيقول لك انت مقيبيله ياك مقبوله. كاين اللي كيقولها كاين اللي ما كيقولهاش، كل واحد شنو تيقول لي. مسمومين محسادين. هذا هو. ظاهره شحال في عمرك؟ انا قلت دابا عندي 24. ظاهره 24 عام. فين ساكنه ظاهره؟ في فلا. سلا. اش كديري في سلا؟ كاينه. اي من غير كاريه. كتقراي كتخدمي عندك شي كديري شي حاجه ولا عاطيها للسريط والمريض والنعاس؟ لا مقابله خوتي. مقابله خوتك مزيان. خوتك باقي صغار ولا؟ شويه انا كبيره. انت كبيره الله يتقبل. والحمد لله ما كاين حتى شي بليه خايبه. لا انا اصلا عندي عقده مع الناس اللي عندهم بليه، ما عنديش معاهم عقده مع البليه. واخا نشوفوا هاد العقده هادي. وكتصلي شويه ولا والو؟ صراحه مره ملي يكون الكوفيد ولا غتكون شي موت ولا شي حرب ولا سدوا الحوانات ما بقاش الماكله ولا جا شي زلزال. وقولي لي وانت هذا الراجل باغي تزوجي بيه شحال باغي يكون في عمره؟ يكون ولد الناس ما كيهمش العمر مجرد رقم. 80 عام مزيان. لا ماشي هكاك، يعني يكون فايت غير يعني. واش باغا الراجل يكون اوف ولا اون؟ لا يكون فايت 30 ما يكونش شارب عقله. واش بغيتي الراجل يكون شاعل في اون ولا يكون طافي في الاوف؟ كيفاش ما فهمتش؟ الراجل خصتي راجل يكون حي، يكون راجل راه يقدر يعيش معاك. واش انت كتقولي اي عمر يعني 80 عام باغاه؟ لا اون. ويلي واش تزوج واحد كبر من با. واش عرفتي شنو هي اون واوف؟ لا دابا ملي كتشري شي بياسه شي بيسي ولا هذا فيه اون كيشعل، اوف كيطفى. لا بغيت هذيك اللي كتشعل اون صافي. وانتيا شحال بغيتي يكون في عمر يعني ديري ما بين وبين تقريبا؟ ديك 30 بحال هكاك، ديك 30 تالين 30 36 حتى ل 40. 30 36 حتى 40 عام واخا. 30 36 عام حتى 40 عام واخا. والمواصفات؟ ولد الناس ويعوضني على الظروف اللي دزت منها وعندي شرط واحد هو اللي عندي، هو حيت انا اللي مكلفه بخوتي وما نقدرش يعني نخليهم، يعني الا خليتهم ما كاينش اللي غادي يعني يهزهم ولا شي حاجه، خصهم ضروري يكونوا معايا فهمتي. يعني ما عنديش دابا انا الوالدين ديالي مطلقين وبابا عايش معانا، غير بابا يعني كبير شويه في العمر ومريض ما كيقدر يخدم ما والو، وماما مزوجه براجل اخر. انا اللي هزيت المسؤوليه ديال خوتي، يعني الا تزوجت ما كاينش اللي يقابلهم ليا، وانا فايته مزوجه ولكن ما رحت عنده ما والو. درنا الصداق وقال لي انا ما نقدرش نكش على خوتك، قلت لي انا ما نقدرش نسمح في خوتي، ما عندي لا عائله لا والو، عندي غير الوالدين راهم فارقين. باك مفارق مع امك؟ هما مفارقين؟ وانت دابا مع باك ولا مع امك؟ شنو اللي كان اليوم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. علاش كتبكي اختي؟ علاش كتبكي؟ شنو كنعاود داكشي علاش؟ ما تبكيش اختي الله يرحمك وادي. لا حول ولا قوه. سمحي لي والله نقلب شويه عامر داكشي علاش. علاش كتبكي اختي علاش؟ قبل شويه هاز بزاف وحق الله، كنشوف المسؤوليه كثير عليا، وبغيت انا ندير المستقبل ديالي، بغيت ندير وليداتي، بغيت ندير داري، ولكن كنشوف يعني خوتي ما نقدرش انا نسمح فيهم، خصهم ضروري يبقاو معايا. يعني ربيت عليهم الكبده وانا اللي مربياهم من الصغر، انا اللي ربيتهم وانا اللي هزيت كلشي وخدمت عليهم وتكفلت عليهم وكلشي. داكشي علاش ما نقدرش نسمح فيهم، هادشي علاش طلعت ربما يكون شي ولد الناس اللي يقبل بيا انا وخوتي، وهادشي اللي بغيت. انا ما بغيت شي حاجه، هذا هو الشرط الوحيد اللي عندي، حيت ما نقدرش نسمح فيهم. ولكن دابا هذا واش خوتك خصهم يسكنوا معاك في الدار ولا؟ حيت انا ما عنديش لما نخليهم، كون كان عندي غير شي واحد يعني هكا في العائله يعني لما نخليهم عنده وماشي مشكل انا نتزوج ونخدم عليهم. الا كاع ما بغاش هو يصرف عليهم نخدم عليهم ماشي مشكل، ونصيفط لهم الخلصه ديالهم وكل شيء مهم ندير عليهم قدام اي حاجه. غير ما نقدرش يعني انا نتفق عليهم هما ما يقدروش يتفقوا عليا، حتى انا ما كاينش اصلا اللي غادي يشدهم، حيت ماما مزوجه براجل اخر دارت حياتها مع واحد الانسان والله يسهل عليها، وبابا مريض يعني وكبير في العمر ما يقدرش هو يعني يهزهم ولا يخدم عليهم ولا شي حاجه. انا اللي مكلفه بهم، انا غير الناس اللي كيتعاونوا معايا
وانا اللي كاريه لهم، انا اللي كنصرف عليهم، انا اللي كلشي، يعني انا اللي هزت المسؤوليه من الصغر، ملي كانت عندي 12 عام ولا 13 انا هزت المسؤوليه، ربيتهم وكلشي. خير خير ان شاء الله، الله يوفقك وراه عندك اجر كبير ومزيان. انسان انت راك عطيتي واحد الدرس كبير لهذوك الناس اللي مخاصمين مع خوتهم ما كيهضروش معاهم ومع دينهم. واش فهمتي؟ انت راك عطيتي واحد الدرس كبير. كاين الناس، كاين الناس اختي اللي ما شافش خوه سنين ومنين، ما شافش خوه ما شافش اخته ومع دين. واش فهمتي؟ خا واحد الدنيا، خا واحد عطيتينا واحد الدرس زوين، فان الخا واحد الدنيا كما نقولوا حنا بالدارجه ديالنا، الخا واحد الدنيا. صح عندك الحق. يعني ما تفرطوش في خوتكم، واللي عنده شي عداوه مع خوه ولا اخته يمشي يصلحها وتزاوروا بيناتكم وتشوفوا بيناتكم، لان شوف راه الدنيا راه فايته. وراه شوف علم اليقين، راه الشيطان كيدخل في هذه الامور. راه بزاف ديال الناس مع هادي خوه تيقول لك لا علاش هو اللي ظلمني. شوف واخا تكون مظلوم عفط لمو على داك الراس، عفط على راسك، عفط عليه مزيان وتغلب على الشيطان وسير عنده، وحتى تكون المبادره تكون منك انت، حيت الاجر الكبير غادي نتايا. واخا انت مظلوم وهو ظالمك اسيدي غير تجيك المبادره، سير انت توكل على الله وتصالح معاه وتصالح معاها وشوفوا بعضياتكم وتعاونوا بيناتكم. راه هذه الخاوه. وهاد السيده عطاتنا درس في الاخوه، بارك الله فيها. ما عندناش من غيرنا، كاين غير انا وثلاثه ديال خوتي، ما كاين عندنا عائله، ما كاين والو، يعني ما نقدروش نفوتوا بعضياتنا. ما عندنا عائله، ما عندنا حتى شي واحد، يعني كاينين حنا ثلاثه مع بعضياتنا. الحمد لله. انا خويا عندي دابا 13 عام يلاه بدا فيها، واخا ما عنديش الفلوس، واخا الناس كيتعاونوا معايا. خرج من المدرسه بسبب التنمر، كيبغيو يتنمروا عليه الناس، كيقولوا لي انت اختك كتسعى بك في التيك توك، اختك انتم ما عندكمش، كيتنمروا عليه، تعاقد ولات عنده عقده. وملي خرج قال لي انا بغيت ندير غير التكوين باش نشد الدبلوم ديالي ونخدم، ودخلته تيدير التكوين. اختي الحمد لله كتقرا، اختي مازال شويه ما كديهاش في الهضره ديال الناس، كتقرا في السابعه، عندها دابا 15 عام كتقرا في السابعه. وانا مكافحه، انا كنت خدامه في واحد القهوه كنغسل فيها الماعون، دابا ما بقيتش كنخدم وجلست هنا، يعني كندير تيك توك. انا تيك توك ديالي طالع شويه، راه الا دخلتي وشي الفيديوهات راه غادي تشوفي يعني كلشي، انا كنشاركو مع الناس، كنشارك معهم ظروفي، كنشارك معهم حياتي، اي حاجه. والحمد لله مازال الناس الخير في المغرب، الصدق قسما بالله انا عايشه مع الناس الخير ومع الناس اللي بحال وجهها قسما بالله، هما اللي كيتعاونوا معايا. كل واحد اش كيعطيني 4000 5000 10000 اللي كيخلص لي الكراهه اللي كتجيب لي التقضيه. الحمد لله عايشين باللي قسم الله، مره ناكلوا مره ما ناكلوش، الحمد لله ونشكر. المهم عايشين بالحلال الحمد لله. وانا مكافحه مع خوتي ومقاتله معاهم حتى النهار يكبروا ان شاء الله ويديروا المسؤوليه ديالهم ويديروا المستقبل ديالهم. وانا بغيت صراحه ندير داري وندير حتى انا وليداتي، وحنا راه غاديين في العمر، غاديين كنكبروا ماشي غاديين وكنصغاروا، وهذا هو الشرط اللي عندي، وكنتمنى نلقى شي ولد الناس. هادشي اللي كاين. شكرا للناس اللي كيتعاونوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم القناه ديالكم الزوينه، الله يسهل عليكم كاملين. الاخوان كتكتبوا اسد اللي بغى يتعاون مع السيده يعاونها، انا راه فاتح المجال. السيده هذه راه قالت لي عندها ما كذبات ما والو، قالت ان عندها الناس تيك توك تدير لايفات كتعاون هنا وساكنه مع خوتها والديها مطلقين، وكتقاتل وكتعافر مع خوتها هي اللي كتصرف عليهم. يقدر يعاونها، يتعاون مع هذه راه بنت بلادك ومسلمه، اختك مسلمه في اي مكتب في العالم، هذه اختك مسلمه ويعني كتقاتل على خوتها وما خرجتش دير الحرام، ما خرجتش تبيع عرضها ولا تبيع شرفها على عرض قليل من الدنيا، فهذه تحسب لها. اللي يقدر يساعدها يعاونها. وانا كيبان لي هاد السيده خصها تعاون اكثر ما تزوج، هادشي اللي بان لي انا. احنا بغينا نعاون السيده باغا تعاون، انا حسيت بك انك محتاجه وباغا تعاوني، هادشي اللي كاين. انا وديت خوتي راه الزواج كيقول لك اللي هرب الزواج هرب الطاعه، ما كانش الانسان يتزوج ويدير دارو ويدير وليداته، هذه سنه الحياه، ولكن اللي جاب الله ماشي مشكل. المهم هذا انا الشرط اللي عندي قلت واخا صعيب صراحه شويه، وهذا الوقت حنا عارفين المسؤوليه كثرات وما كاينش اللي غيقبل عليا انا وخوتي، ولكن ما نفقدوش الامل، كاينين ولاد الناس، كاينين ولاد الناس الحمد لله. الا كان واحد خايب الاخرين ما غاديش يكونوا خايبين، الا كان الاول ما بغاش ليا خوتي ماشي كلشي خايب، كاين الناس زوينه وكاين الناس الخايبه الحمد لله. على اي حال الا كان شي ولد الناس باغي يتزوج بهذه السيده، هي راه باغا شي ولد الناس اللي يعاونها في الزمان وتعاون هي وياه ويكونوا يعني يتعاونوا. هذه السيده راه مقاتله على خوتها ووالديها مطلقين، وراه عايشه على بستر الله، وحنا كاع عايشين بستر الله تعالى، وكاع ما عندناش وما خصناش. ولكن ملي كتشوف بنت يعني مقاتله، المراه ماشي هو الراجل، راه المراه ماشي هو الراجل، المراه راه مسكينه، راه لا اله الا الله، وهي اللي مقاتله. ونتمنى ان لا كان شي ولد الناس باغي المعقول مع هذه السيده وباغي يعني تستروا بعضياتكم، نطلبوا الله تعالى يسر لها في شي ولد الناس، يكتب لي نطلعوا. الا كان شي معقول، الا كان شي ولد الناس اللي ما غاديش يتفلى عليها او يطمعها او يكذب عليها او يضيع عليها وقتها، الا كان شي ولد الناس معقول فعلا وبغى يتزوج بهذه السيده، يبان عندي في التعليق. شحال قلتي لي خصو يكون في عمره؟ كون ديك 30 ديك 36 40 بحال هكاك، المهم يكون فوق 30 ولا 40. من 30 عام ل 40 عام، من 30 عام ل 40 عام ياك. الا كان شي واحد من 30 ل 40 وبغى هذه السيده في المعقول، يكتب لي انا نطلعوا. الا كان شي ولد الناس معقول باغي يتزوج على سنه الله ورسوله، يكتب لي انا ونطلعوا. نمشي نشوفوا هذا السيد هذا.
الا كان شي ولد معقول وباغي يتزوج بالمعقول. الله يرحم لكم الوالدين كامل، الله يسهل عليكم. واللي تعاون معاها بارك الله فيه، يعني ها هي الحساب ديالها، اللي بغى يتعاون معاها يتعاون معاها، وحنا كنتعاونوا مع الجميع، الله يسهل عليها. سلام اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دير اخويا الكاميرا ديالك. خويا الو، ماشي بلوكيت نتايا بعدا هي الاولى، غادي نصيفط بحال. الا كان شي ولد الناس باغي المعقول مع هاد السيده يكتب لي انا، يكون من 30 ل 40. هاد السيده باغا شي ولد الناس بالمعقول يكون من 30 عام ل 40 عام، والمجال راه مفتوح، اللي بغى يصيفط لها شي حاجه يصيفطها ليها، اللي بغى يعاونها يعاونها. انا ما نمنع حتى شي واحد، انا شي واحد كيطلع بوجهه وكيقول لك انا محتاج